نشرة أخبار الظهيرة نقدمها لحضراتكم من استديوهات الفضاء التي من العاصمة أسمرة. أينما كنتم أيها السادة والسيدات نحييكم ونستهل البداية بأبرز العناوين. دعوة لمواصلة الجهود المنسقة للحد من قطع الأشجار الجارة في عداء الري. مركز خدمات صحة الأسنان في مصوع تقدم خدمات مرضية، والأمطار تحدث أضرارا في الأرواح والممتلكات بضحية لبنان. الطيران العراقي يقصف اجتماعا لقادة داعش في سوريا. الهند تدخل ساحة الحرب التجارية ضد الولايات المتحدة. ومفتي نور محسود زعيما لطالبان. أهلا بكم للتفاصيل. قدمت دعوة لمواصلة الجهود المنسقة للحد من قطع الأشجار الجار في ضحية عداء الري بمديرية حقات. جاء ذلك بعد تدمير 300 شجرة في الضاحية بجانب دير سعد أنبا بداية من شهر مايو المنصرم وحتى يونيو الحالي. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلف الساحية لوكالة الأنباء مع أن الضاحية كانت معروفة بالثروة القابية، إلا أنها في الوقت الحالي بدأت تنقرض من فترة لأخرى، وذكر في الوقت ذاته بأن عدم فرض غرامات رادعة للمخالفين أدى إلى استمراريتهم في تدمير الثروة القابية، وناشدا في الوقت نفسه مدراء الضواحي والجهات المعنية لتقوية متابعتهم ومراقبتهم. وناشد عضو مراقبة الثروة القابية والحياة البرية السيد إيوب هايلي من جانبه السكان المساهمة بفعالية لزيادة وعيهم للحفاظ على الثروة القابية وقرص شتول جديدة. جهة ثانية أجرى أعضاء الثروة القابية والحياة البرية في المديرية لقاءات مع سكان عداء الري وعد حامد وقروات وفلحيتو حول الحفاظ على الأشجار والحياة البرية. في دورهم دعا سكان تلك المناطق إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين. صرح الدكتور نزراوي المحري مسؤول مركز خدمات صحة الأسنان في مدينة مصوع بأن المركز بدأ في العام 2011 وبعد أن امتلك بنية تحتية متكاملة ومعدات عصرية حديثة وحل كافة الإشكاليات والنواقص بدأ يقدم خدمات صحية للأسنان الجيدة. وذكر الدكتور نزراوي بأن خدمات المركز كانت منحصرة في الماضي عند خدمات محدودة، لأنه بعد اكتمال المعدات الصحية بدأ في الوقت الحالي خدمات حشو الضرس وتركيب الأسنان الصناعية وخدمات الفك، إضافة إلى تنظيم أنشطة تساعد في زيادة وعي المجتمع. وأشار الدكتور النزراوي إلى أن المركز ومع توظيف قدرات مهنية متكاملة ظل يقدم خدمات صحة الأسنان للسكان القادمين من مديريات مصوع قلعلو فرو وشعب ومصوع وقندع ودهلك، مما أدى ذلك إلى حل المصاعب التي كانت تواجه في تلقي خدمات صحة الأسنان في السابق. وأوضح بأن المتخرجين من الكليات ظلوا يطبقون المعلومات التي تلقوها نظريا على أرض الواقع بشكل جيد، مشيرا إلى تنظيم برنامج لتبادل الأفكار والتجارب من أجل تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم، ولا زالت تلك البرامج تحقق نتائج عالية. وعبر سكان عن ارتياحهم لتشييد الحكومة المركز مدركة للمشاكل التي كانت تواجههم من أجل تلقي خدمات صحية صحة الأسنان المتكاملة عن قرب وبمواصفات مناسبة. وعلم بأن مركز خدمات صحة الأسنان في مدينة مصوع يضم طاقم طبي مكون من دكتوران و6 مساعدين. تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في 22 من يونيو الحالي بضحية لبنى في مديرية حمل مالو بإحداث أضرار في الأراضي الزراعية والماشية والممتلكات. ووفق المعلومات فإن الأمطار الغزيرة تسببت في نفوق 57 من الماعز و68 من الأبقار و3 جمال و7 من الحمير، فيما دمرت أكثر من 80 هكتارا من المزارع والمحاصيل النقدية والفواكه، وكذلك 12 هكتارا من البساتين التي وصلت إلى مرحلة الإثمار،
كما جرفت السيول مضخ مائي واحد وجعلت 5 مضخات خارج الخدمة ودفنت 6 آبار إضافة إلى انجراف العديد من أنابيب المياه. ويبلغ التعداد السكاني لضاحية لبنان التي تضم 14 قرية أكثر من 6300 شخص يزاولون حرف الزراعة والتجارة والرعي، وتقع على بعد 22 كيلومتر في الجهة الشمالية من مدينة كرم. قدم سكان ضحية بوغو وفانا ومدينة حقات مساعدات متنوعة لأسر الشهداء. وقال مدير ضحية بوغو السيد نصر الدين علي بخيت أن البرنامج بدأ في عام 2009، وفي هذا العام قدم 25 شوال من الذرة ل 51 أسرة شهيد. في غضون ذلك تبرع سكان ضحية فانا بتقديم شوال من الذرة لكل أسرة شهيد البالغ إجمالها 4 أسر، وقرص 300 شتلة باسم الشهداء في ساحات بيوتهم. وقام سكان مدينة حقات بصيانة مساكن الأسر المحتاجة، فيما قام الرياضيون في المدينة أيضا بقرص 230 شتلة في مدرسة حقات الثانوية. وأوضح فرع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات عن تقديم دعم مالي بقيمة 2,750,000 نقفة خلال 6 أشهر مضت ل 1243 أسرة شهيد. تبرع الفيتريين المقيمون في هولندا ونيويورك بمناسبة 20 من يونيو وذكرى الشهداء بمبلغ 14,844 يورو و15,500 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. ووفق المعلومات الواردة من سفارة إريتريا بهولندا، تبرع الفيتريين المقيمون في روتردام وضواحيها بمبلغ 8,439 يورو، والمقيمون في أمستردام ب 3,325 يورو، فيما تبرع المقيمون في أمرسفورت ب 1,345 يورو، والمقيمون في كامبن ب 1000 يورو، والمقيمون في أوترخت ب 735 يورو. كما أفادت المعلومات بأن 3 أسر إريترية تقيم في مدينة روتردام سددت مستحقات لفترة عامين تعهدت بدفعها لكفالة 3 أسرة شهيد. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المقيمون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 15,500 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أكد الجيش العراقي أنه نفذ ضربة جوية استهدفت تجمعا لقيادات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مما أسفر عن مقتل 45 عضوا بالتنظيم. وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة بأن طائرات F-16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعات لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية، وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع بعضها البعض في منطقة هجين داخل الأراضي السورية. ونفذ الجيش العراقي عدة ضربات جوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام الماضي بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب المتشددين. ردا على حملة فرض التعريفات الجمركية التي شنتها الولايات المتحدة على صادرات الهند من المعدن والألمنيوم إليها، قممت الحكومة الهندية زيادة التعريفات الجمركية على عدد من الواردات الأمريكية إليها. وأرسلت الهند كتابا إلى منظمة التجارة العالمية تخطرها بقرارها بفرض تعريفات إضافية على 30 سلعة واردة من الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية عليها بنسبة تصل إلى 50%. وتعد الولايات المتحدة أكبر وجهة تصدير بالنسبة للهند، وثاني أكبر مصدر للواردات بعد الصين، حيث ازداد حجم التجارة بين البلدين بمقدار 13 مليار دولار تقريبا، متجاوزا 125 مليار دولار خلال عامي 2017-2018. قال المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية أن الحركة اختارت مفتي نور والي محسود زعيما جديدا لها، وذلك بعد أسبوع من مقتل الزعيم السابق الملا فضل الله في ضربة جوية أمريكية أفغانية.
وقتل فضل الله في 15 من يونيو في قرية بإقليم كونار الواقع شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان. ومن المرجح أن يؤدي مقتله إلى خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان التي تحملها واشنطن مسؤولية إيواء مسلحين ينفذون هجمات في أفغانستان، حيث أن باكستان تنفي مساعدة المسلحين. وكان فضل الله عين محسود نائبا لزعيم الحركة في فبراير بعد مقتل الرجل الثاني السابق في الحركة خالد محسود في إقليم بكتيكا بأفغانستان. وبعيدا عن أخبار الحروب والنزاعات، فاز كلب من نوع بولدوغ عمره 9 سنوات بلقب أقبح كلب في العالم لعام 2018 في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وحصد الكلب زاز اللقب في معرض سونومو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وسيحصل صاحب الكلب ويدعى ميغان من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا على جائزة قدرها $1500 أمريكي. وتتباهى الكلاب في هذه المسابقة بقبحها بداية من سقوط الشعر وحتى الألسنة المتدلية. وتسير الكلاب برفقة أصحابها على سجادة حمراء، وتقوم لجنة التحكيم بمنح الجائزة. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.